بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مرعي مصطفى محمد، وعمود طالب بجامعة بورتلاند ستيت يونيفرسيتي، ومؤسس صفحة دليل الطالب للولايات المتحدة الأمريكية. معلش الإضاءة تعبانة شوية، ضي مقطوع. هذه إضاءة الحوش، يعني إضاءة الحوش هابطة شوية، فأعتذر على الإضاءة. طبعا السبب اللي خلاني ندير الفيديو هذاهي وننزل لكم سبب هو موضوع الرسالة اللي نبغى نوجهها للسفارة. طبعا عارفين احنا الرسالة هذه سبقتها عدة رسائل بعثناها للسفارة، وتحديدا للأستاذ المحترم أسعد الجربي، وقلنا له فيه ان احنا كطلبة نواجه في مشاكل والى اخره، ونبو السفارة تتدخل وتساعدنا كطلبة. فطبعا رد الاستاذ المحترم بارك الله فيه رد مشجع جدا، وقال ديروا رساله رسميه، وحاضر نحن نعرضوها على الدكتور منصور سكره في الملحقيه تقريبا، وهو حيهتم بالموضوع. فدرنا بوستات انا ومجموعه قليله من الطلبه، درنا بوستات وحكينا على الموضوع، ونشرنا ردود السفاره، وعدينا رسالة رسمية مكتوبة بصيغة راقية ومحترمة وبأسلوب جيد جدا، ونالت إحسان ورضا أغلب الطلبة. لما جينا للتنفيذ على أساس نبعث الرسالة، ودرنا إيميل وقعدنا نستنى في مراسلة الطلبة. جانا يعني أنا بصراحة كنت مصدوم بالردود، يعني ما وصلناش ال50 رد، ما وصلناش ال50 رسالة. احنا نطرح في مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة المنحة. يعني الطلبة في أمريكا بالذات يعانوا مسألة المنحة. في اللي قاعد في الشارع لأنه وقفت عليه المنحة ما جاش اسمه بسبب مسألة الأرباح. هذا كل 3 شهور يجي اسمك، يمكن يجي وممكن ما يجيش، يحولوا لك الفلوس والى آخره. التعقيد الإداري يطلع من البعثات، يمشي لوزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي لوزارة المالية، وزارة المالية للمصرف المركزي، والمصرف المركزي للسفارة، ومن السفارة للمكتب الكندي. كل 3 شهور تصير العملية هذه، أسماء تسقط وإلى آخره، والناس تجد من غير منحة، من غير مصاريف، وفي اللي ضاع حتى مستقبلها. هذه حاجة. ثاني حاجة عندنا مسألة الرفض، ومسألة الرفض لها ارتباط وثيق بمسألة المنحة، لأنك أنت لما تشوف عدد كبير من الطلبة، حتى في بوستات نزلت على صفحة دليل الطالب، يعني طالبة مشت لسفارة أمريكية وفي المقابلة شافوا رسالة الدعم المالي، يقولوا لها هذه ما تنجش بها، أسقطها كذا وحط يد عليها مش عارف. فهذا كله بسبب ان المنحة ما تجيش بانتظام. وانت عارف انت في السفارة الأمريكية لما تجي بتخش بدير معك مقابلة بتاكد 100% انك انت قادر على انك انت تصرف على نفسك لمدة لا تقل عن سنة. وعندنا مسألة المرافق حتى هي قلنا نطرحوها، ويعني ماشيين بنطرحوا مواضيع هم جميع الطلبة، سواء اللي يدرسوا حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية أو اللي موجودين حاليا في ليبيا. نبغى نطرحوهم تطرح على مستوى عالي وبشكل رسمي على أساس يوضع حل جذري لها. شنو المطلوب من الطلبة؟ المطلوب من الطلبة أن هم عبارة عن يكتب صيغة أنا موافق على الرسالة هذه وابعثها. يا أخي في بعد هيك يعني بعد السلبيه اللي انا شفتها من الطلبه بصراحه ما شفتش، ما فيش. يعني المتوقعين ان في حل حيجي من السماء حيهبط. انا مؤمن بالله لا اله الا الله، مؤمن به ايمان تام، ومؤمن ان في معجزات، لكن الله سبحانه وتعالى قال لك اسعى وانا معك، وهزي بجذع النخله. يعني تحرك يا اخي، سبب، والباقي على الله. يعني عدد من الطلبه يبذلوا جهد، يكتبوا رساله، يديروا المراسلات والى اخره، تجي على ايميل يجونا 50 طالب. يعني هذا بصراحه يا شباب شيء مخجل جدا، شيء مخجل. يعني بصراحه شيء يفت في عضد الواحد ويخليه يقرر انه هو يقول يا اخي خلاص، ما دام اذا كان هم اصحاب الشأن نفسهم ما يبوش يتحركوا، انا ليش نتعب نفسي ونحرق في دمي؟ نحن نسعى لحل مسألة على قدر كبير من الأهمية، ألا وهي مسألة المنحة.
ونقولوا نحن لازم نلغي موضوع الارباح ولازم تغطى مصاريف الطالب ونفقاته لمده لا تقل عن سنه. والله يا شباب، اذا كان صاحب الحق نفسه مش مهتم، معناها من حيهتم به؟ صراحه المشروع هذا كان بدايه او بذره لمشروع كبير، الا وهو رفع الظلم الواقع على الطلبه في الولايات المتحده الامريكيه. انا نعطيك مثال بسيط يا شباب نختم به كلامي عشان نوريكم ان الساكت على حقه يستاهل ما يجي. في طالب من كم يوم اتصل بي وقال لي انه هو يبي يحول لمعهد ثاني، انه هو يدرس في معهد الاي ال اس ويبي يحول لمعهد ثاني، والمعهد هذا لو كمله مش لازم ياخذ التوفل، يمشي للاكاديميه على طول. وفي نفس الوقت المعهد هذا لما يوصل ليفل الخامس يسمح له انه هو ياخذ المواد الاكاديميه، وماشي في قبوله في الجامعه اللي تتبع المعهد والى اخره. فبعثت رساله لوحده اسمها ساره في السي بي اي، فردت عليه قالت له لا، يستحسن انك انت تقعد في معهد الاي ال اس اللي انت قاعد فيه. والله اعلم، في كلام ان معهد الاي ال اس ضايف في تعاون بينه وبين السي بي اي، وان السي بي اي مستفيد من ان الطلبه يدرسوا في المعهد هذا. فقالت له يستحسن انك تقعد هنا ما تمشيش. فتعاونت انا وياه وكتبنا رساله وشرحنا وقدمنا فيها وثائق تفيد ان الطالب هذا لما يمشي المعهد هذا كله في صالحه. وحكينا على قصه التوفل، وان التوفل صعب ان الواحد ياخذه في امريكا والى اخره. ما ردتش عليه، قلت له اصبر 5 ايام، صبرنا 5 ايام برضه ما ردتش. بعثنا رساله ثانيه قلنا لها راهو تفضلي هذين، زدنا وظائف اخرى وقلنا لها راح نستنى منك من رد. اعطيناها 3 ايام، بعد 3 ايام تقريبا ردت عليه بتجاهل تام، قالت له وين ما يثبت انك انت واخذ كورسات الليفل هذا. يعني الرسائل الاولاد ما عبرتنيش ابدا. بعثنا لها رساله ثالثه واخيره وقلنا فيها بالحرف الواحد بناء على اللائحه اللي منشوره عليه اللي اصدرتها وزاره التعليم العالي والمنشوره على موقع السي بي اي، ما فيش اي شيء ينص ان الطالب مش من حقه انه هو ينتقل لمعهد اخر. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، قدمنا ما يفيد ان الطالب انتقاله للمعهد الاخر في صالحه وحيسهم في نجاح مسيرته التعليميه. الحاجه الثالثه ان نحن حنكتب رساله رسميه بالكلام هذا كله، والرساله هذه حتوجه لاداره السي بي اي وللمشرفه هي وللسفاره الليبيه في واشنطن ولوزاره التعليم العالي لمؤسس صفحه للطالب في الولايات المتحده الامريكيه. ثاني يوم بعثت رساله وقالت له بما معناه يعني والله انت الرساله اللي بعثتها لي بتاع المعهد ما فيهاش تاريخ القبول، انا ما نعرفش كيف نتواصل مع المعهد الجديد، ابعث لي الكونتاكت انفورميشن بتاعهم ومش عارف شنو. بدات تسمع له وتجاوب له. الطالب هذا نفسه لما كلمني قال لي تعرف، قال لي المراه هذه لما يعني اغلب الطلبه يعني هو يعرف حالتين ما قدروش يحولوا لانها اصرت لما يحولوش يبدوا في الاس، ما قدروش يمشوا رايهم عليها. لكن لما عرفت ان الموضوع هيقع في النور على طول تغير وضعها وتغير موقفها وتغير حتى اسلوبها وطريقه معاملها وبدات ترضخ للحق، ترضخ للحق. فالفكره نحن رساله موجهينها لا نهدوا فيها، تمام؟ ولا نقولوا في كلام شوارعي يعني او كلام فيه تهديد او فيه تطاول، لا بالعكس، احنا كلامنا كلام ناس متعلمه وناس راقيه، ونتكلموا نطالبوا بحقوقنا، يعني حتى الحقوق تحولت الى مطالب. وعندنا تجاوب من السفاره، ومع ذلك تلقى تلقى حد سلبي، تلقى حد مش متجاوب، تلقى هذا الموضوع. وانا بصراحه يعني حزت في نفسي ان في حد كلمني وقال لي انه هو بعث علشان خاطري. بارك الله فيه انه هو بعث على خاطري، احد الطلبه ما نعرفش شخصيا واجد يعني، لكن قال لي انه هو بعث علشان خاطري. يا اخي علشان على هذا يعني هذا يثبت ان انا دمي محروق على الحق اكثر من اصحاب الحق نفسهم. والله يا شباب الموضوع بصراحه يعني لما وصل للمرحله هذه انا كل واحد يسوق بعايره زي ما يقولوا عرب الشرق، كل حد يشوف شغله. اذا كنا نحن ما قدرناش نشتغلوا بشكل جماعي وما قدرناش نتعاونوا ونتكاتفوا ونرفع ظل ورضينا بالظلم،
رضينا به الظلم وعشنا معاه وقعدنا عايشين على ان نحن نلتقف ما يقذف الينا، يعني يعطى الينا خذ منحه حقك يعطي لك يجمل عليك. انا على الدنيا سلام، انا ليش الواحد متعب نفسه. انا بصراحه الفيديو هذا يا شباب بالنسبه لي انا هذا نداء اخير. لو ما وصلش عدد الطلبه الى 100 معناها الموضوع انتهى، الموضوع قتل في ماد، والموضوع اثبت بصدق، يعني محاولتي اثبتت ان الطلبه مسؤولين بالدرجه الاولى على ما يقع عليهم. وانا بصراحه والله انا نشكر جزيل الشكر عدد كبير، يعني ال 50 هذوما انا بالنسبه لي عدد كبير، لكن بالنسبه للرساله يعتبر عدد صغير، لان الرساله تبي عدد كبير من الطلبه عشان تعطيها هيبه وقوه. نشكر الطلبه هذوما جزيل الشكر على وقفتهم الكبيره، وعلى انهم اخذوا من وقتهم وبعثوا بايميلات مسانده وتأييد للرساله. وما التوفيق الا من عند الله. ونحن انا نحكي عن نفسي والناس اللي معايا، درنا اللي علينا واقمنا الحجه يا شباب، وقدر الله ما شاء فعل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.